بالأمس القريب العبادي وقف وقال الذين يقفون يريدون محاربة الفساد ما هم الفاسدون. شوي من طرف ثاني كذلك أن الدولة فاسدة، والأمر ليس مزاحا. نحن نعرف أفسد من عليها حكام العراق. أفسد نظام، أحقر نظام، أشنع نظام هو النظام العراقي. طبعا يعني هلا لا تقول بأنه العراقيين ما فيهم رجال وما فيهم كرامات وما فيهم أمان، لا، بس الأمريكي في بلادنا يريد أن يكون الحكام هكذا، لصوص قذرين سفلة. وبالمناسبة اليوم محسوب الحكم العراق على الشيعة، أن هذا حكمكم يا شيعة. العراق أغنى بلد في العالم، منهوب، شعبه يعاني الضيم، والفساد في العراق أشد وأخطر وأخوف وأعظم من الحرب الأهلية الدائرة فيه، ومن الإرهاب، ومن كل أنواع الضرر. هذا الفساد هو المدمر الأساسي. لو ما في فساد وما في مجرمين في السلطة كانت كثير من الأمور انحلت، حتى الخلافات المذهبية وغير المذهبية. وبالمناسبة أن يعني التيار الديني الشيعي حاكم، عمايم، جبهات محروقة من كثرة السجود. هؤلاء الذين يتحدثون عن مظلومية أهل البيت، وأن الإمام الحسين خرج للدفاع عن جده خرج للوقوف في وجه الظلمة والمجرمين واللصوص، وأن علي بن أبي طالب كذا، وأن السجاد كذا. لا، بالتأكيد على نحو القطع واليقين لم يشهد لا تاريخ بني العباس ولا تاريخ بني أمية ولا تاريخ بني عثمان أسوأ وأحقر من هؤلاء الحكام. وإذا كان الإمام الحسين قال طاب الموت واستشهد دفاعا عن المسلمين في وجه حكم ظالم كحكم يزيد لا زال أقل منكم شرا وفسادا بكثير. عش الفساد الأمريكي، هكذا الأمريكيين يريدون. الحقيقة نحن باسم التشيع وباسم التسنن نسكت عن كل الآثام، نسكت عن كل الجرائم، نرتكب كل الحماقات، ندمر بلادنا، نقدمها سائغة لكل كلاب الأرض فقط لأنه أنا شيعي وأنت سني.